والمعقول ما بقاش هو اللي كيرقي. اما الدخول في اللعبه، وما غيمكن لي نعين في الاكاديميات الا غادي يمشي معايا في التوجه نتاعي ويقسم معايا الفريسه. واش بهادو غنديروا الاصلاح؟ واش بهاد العقليه؟ انا راني كنهضر وكنتحمل مسؤوليتي في الكلام، انا عارف ان كلامي خايب وخطير، ولكن انا كنهضر مع ناس اللي عندهم غيره وطنيه واللي غادي يقسموا. انا عندي مدير اكاديميه ديال الرباط راه دار واحد الفلس كبير في مكناس ولا زال مستمر، ومني كنتشكى انا كنتشكى كبيرهم الذي علمهم السحر بحال. اذا لما غنتشكى كنتشكى الناس ما عارفاش. جا السي الوفا الله يجازيه بخير مشيحة استقلالي، انا كيهمني الرجل رجل وزير جا للتعليم وباشر الاصلاح واعلن جهرا انه غادي يدير لجنه تقصي ولجنه هدي ويعيط للمجلس الاعلى للحسابات وامام الملاء. فين هي النتائج؟ من تكون 192 مليار مشات، الصفقات ديال الحراسه اللي تمت هنا وعندي الوثائق السيد رئيس الحكومه امكنكم منها بامانه. راه لا شتيوها غنبكيو على الوضعيه ديالنا ونقولوا اننا غنصلحوا التعليم، لانني اليوم كنتكلم والناس راه كتتابعني وانا تلقيت تهديدات. ما تقولش هذا الكلام، انا مستعد لاي شيء سوى باش يسد لي شي واحد في موي. انا اليوم تنوصل واحد الامانه وصراحه قدامكم كاملين، لست الوحيد الذي اتحمل هذه المسؤوليه. هناك عصابه مختصه في الصفقات. ارانا نرجعوا لرجال التعليم، فلا بغينا نصلحوا يدينا ممدوده وما فيها لا معارضه لا حكومه اغلبيه، بقدر ما ان الغيره الوطنيه تتطلب منا جميعا ان نضع ايدينا مع الاصلاح، ولكن ماشي بهذه العقليه اللي كاينه الان في الوزاره، ماشي بهذه العقليه اللي كاينه في المدراء الاكاديميات اللي ما يمكنش السيد رئيس الحكومه نتوما اللي كتعينوا في المناصب الساميه ما يمكنش نزولوا ناس اكفاء ونعينوا بناس دون تجربه. خلي 26 نائب او مدير. المدراء الاكاديميات اللي واحد الوزن راهم تالفين، الهم ديالهم ان يكون عندهم اللي كيدافع عليهم هنا. وغنتكلم على المدير هنا، السي الوفا راه تعذب مع المدير الاكاديميه الحالي باش يزول له دار، والله ما استطاع لانه تيقول عنده الناس اللي واقفين معاه. واش كاين شي واحد غادي يوقف مع هذا الظلم؟ اللهم لا كانت شي حاجه ما نكملهاش. انا انزه جميع المسؤولين وجميع الاسماء المقدسه اللي كيتشبط فيها هذا الرجل هذا وغيره. رجال وزاره التعليم كلها سلسله من السلسلات، كل شيء حلقه دايره، والوزير اللي يجي والله ما يتوفق لما كانش تحت الاشراف تاعهم. هذيك الماتيريال ديداكتيكي تبعوا واحد المرة ربحت الدولة عشرات الملايير وعندها ترقية شهادة دولية بالحسن تدبير ديال الشركة. هاد المرأة هذه داروا عليها عمليات التصنت والتصنيت ولبقوا عليها الشعوذة باش هذا. وكيجي السيد كاتب العام وتيقول له سيدي وقفوا. الناس سلمت الماتيريال ديالها، الماتيريال ديداكتيك في الزياره الملكيه، في الزياره ديال وزير التعليم الفرنسي للشمال، عطاتهم لي برودوي د لابوراتوار، جاهم امر انهم ما يخلصوهاش باش تمشي لحالتها باش تمشي للحبس. هذا واقع تنعيشوا فيه. فينكم نتوما؟ احنا عطانا الله كنوصلوا لكم الامانه وزولناها على ظهرنا، ولكن لا غالب الا الله. سيدي غندخل للتكوين المهني. التكوين المهني حنا كنشيدوا بالمجهودات المبذوله في هذا الاطار، وحنا مع السيد المدير السي بن الشيخ وتنقول اننا نحيي هذا الرجل بالمجهودات ديالو. ولكن اللي وقع في التعليم، اللي وقع في وزاره التعليم من لوبيات واخطبوطات، وقع كذلك
في التكوين المهني، حتى التمثيليه قطعوها باش ما يعرف حد كيروج في الدواليب الاداره التكوين المهني. واش بهذا الشيء غنصلحوه؟ نبداو نجاهدوا في الناس اللي كيخالفوا القانون، نضبطوا مع القانون، وراه حنا غنكونوا موفقين. لا اعتنينا بالاستاذ بالمعلم، وضعيه الاجتماعيه وضعيه الاداريه، غير يثيقوا ان الوزاره ديالهم نظيفه، راه كل شيء غادي يستيقظ وكل شيء غادي يخدم. سيما والنداءات المتكرره ديال سيدنا الله ينصرو راه هي النبراس، وهو الوحيد اللي غادي يحمينا، وهو الوحيد الوجود نتاعو هو الضامن لاستقرار هذا البلاد، وهو الضامن اللي خلاني نهضر معنا هكا. شكرا السيد رئيس الحكومه المحترم. شكرا السيد الرئيس.